السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. I am Engineer Mubarak Jamil Al-Busaidi and I consider myself an expert in football, first nationally, then internationally. Today, the 25th September 2023. تسجيل اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله إن شاء الله يكون عن كرة القدم الوطنية، كرة القدم العمانية، بدقة وباختصار وبوضوح وبشمولية، بدقة واختصار ووضوح. لحسن الحظ أحد الأخوان طرش لي بتسجيل الفيديو يحمل كان رسالة صوتية أعتقد من أحد المعلقين الرياضيين من قناة بي إن سبورت، وهو طبعا شخصية عمانية ومعروف، وأعتقد استوعبت في الرسالة one way or another، مباشر أو بشكل غير مباشر، asking اتحاد الكرة to make a new term. You understand by new term? You're asking اتحاد الكرة to make a new term. Just simple like that. يعني يطلب من اتحاد الكرة التخلي عن العمل أو التخلي عن مسيرتهم. أعتقد كده حسب ما فهمتها. سبحان الله سبحان الله. لا يمكن معرفة الحقيقة بالاستنباط المنطقي وإنما بالتبصر الروحي. يا اخوان، على فكرة المهندس مبارك جميل البوسعيدي يطرح فكر حصري من المهندس مبارك جميل البوسعيدي في كرة القدم، في كل شيء وكل الأشياء. لا تقل شيئا ما لا تعنيه، ولا تعني شيئا ما لا تقوله. لا تقل شيئا فيما لا تعنيه، ولا تعني شيئا فيما لا تقوله. هذا فكر حصري من المهندس مبارك جميل البوسعيدي. It's not as simple to be really on the screen and to ask any football association and to make a new term. خلينا نتكلم عن تجربتي في ما يخص اتحاد الكرة والنظام الأساسي لاتحاد الكرة، وقرار وزاري رقم 290 على 200 2012. قرار وزاري رقم 290 2012 وزارة الشؤون الرياضية، مكتب الوزير، باعتماد النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم. صدر في 10 يوليو 2012. تم اعتماده الموافق 10 من يوليو 2012. يا اخوان، هنذكر في 2012 كان لي تجربة دخول انتخابات لرئاسة اتحاد كرة القدم العمان. فهنا نقول لا تقول شيئا ما لا تعنيه، ولا تعني شيئا ما لا تقوله. When I went really to be a chairman for the Omani Football Association, I meant it, and I did mean what I said. Until this moment, until the end of my life, I did mean what I said, and I did mean what I was going to do, and I still do mean what things I can do for the game. Let's go back. باعتماد النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم، استنادا إلى مرسوم السلطاني رقم 112 على 2004 بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها، وإلى المرسوم السلطاني رقم 81 على 2007 بإصدار قانون الهيئات الخاصة
العاملة في المجال الرياضي، وإلى موافقة الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم على هذا النظام باجتماعها المنعقد في 19/7/2007. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر المادة الأولى: يعتمد النظام الأساسي لاتحاد الكرة لكرة القدم المرفق. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على المعنيين تنفيذا. النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم العماني 2013. لا، هذه فاتورة كهرباء طلعت. آسف، فاتورة شو قالت هنا؟ والله ما أدري. النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم 2012. نتكلم عن التجربة. الفكر الحصري اللي طرحه المهندس مبارك جبين البوسعيدي: لا تقول شيئا ما لا تعنيه، ولا تعني شيئا ما لا تقوله. فالنظام الأساسي لاتحاد الكرة 2012 عندما وصلت أثناء انتخابات الكرة في أروقة اتحاد الكرة، والتقيت مع المسؤولين عن لجنة الانتخابات جزاهم الله خير المشايخ. تقدمت كرئيس اتحاد الكرة منافس للسيد خالد بن حمد البوسعيدي جزاه الله خير، وطلبت النظام الأساسي لاتحاد الكرة وبحضور المشايخ في اتحاد الكرة، وقلبت صفحات النظام الأساسي. ثم وكان ردي: it's very difficult to make any improvement for the game. It will be, this is what I saw, this is how many pages, just a few seconds, few minutes, and look at it, I said it will be very, very difficult to make any improvement, to make any change in the game. You need a knowledge of the game. This all really, I thought, باختصار, it's all administration. It's football, it's a technical game. Football is an international. Football is a culture. First nationally, then internationally. This is what I thought about النظام الأساسي لاتحاد الكرة. فقلت للحضور جزاهم الله خير إن صعب جدا، صعب، خاصة من ناحية أن من الشخصيات الرياضية المسموح لها أو تظن أنها قادرة أو تتحمل المسؤولية، لا ليست، أو بالفعل أنها تتحمل المسؤولية وتتشجع بشجاعة وبمسؤولية أن تتقدم بعد اطلاعها على النظام الأساسي. للأسف الشديد anybody can come. الكل بإمكانه أن يدخل في انتخابات اتحاد الكرة، الكل، لأن للأسف الشديد يعني anybody، أي شخص بإمكانه أن يرشح نفسه على أي مستوى، رئيس الاتحاد، نواب رئيس، أو أي منصب في اتحاد الكرة. للأسف الشديد يعني واضح في نجد هنا أن في مادة يعني anybody can come، anybody، ليس صفات معينة أو شخصيات معينة أو لازم يكون عنده هذا القدر من المعرفة، بهذا القدر من المعرفة. ولكن فكان يعني ردي للأخوان أن it is for me it will be very difficult to work. It will be very difficult to work حتى كعضو عادي جدا جدا جدا. بعد ذلك لم أتوقف على هذا الحد، هي مسؤولية. يعني أنا تقدمت لرئاسة اتحاد الكرة، هي مسؤولية. And I have the knowledge, and I have the thought, and I have the work, and there will be a culture. There could have been a culture in the game, but unfortunately, with the content on the paper I saw, it could have been very, very difficult. كل حاجة اللي أنا تحملت المسؤولية وعملتها بشكل رسمي. أنا عملت رسالة إلى خطاب محترم
إلى معالي وزير الشؤون الرياضية في ذلك الوقت، وكان يعني شمولية الخطاب وبشكل مختصر وواضح بأن النظام الأساسي لاتحاد الكرة 2012 لا يخدم الجيل ولا يخدم اللعبة ولا يخدم الوطن في المشاركات الخارجية. لا يخدم الجيل، لا يخدم اللعبة ولا يخدم الجيل. نتكلم الجيل اللي كان عمره 10 سنوات 5 سنوات 2012، الآن نحن 2023. لا يخدم اللعبة، لا يخدم الجيل، لا يخدم المسابقات، لا يخدم مشاركات البلد في البطولات المعروفة القارية والخليجية وكذلك العالم. نتكلم عن 2012 والآن احنا ما شاء الله 2023. فإذا رسالة يعني تحملت مسؤولية ورسالة إلى معالي الوزير أن النظام الأساسي لاتحاد الكرة لا يخدم اللعبة، لا يخدم الجيل اللي كان عمره 10 سنوات 11 15 7 سنوات 5 سنوات، لا يخدم ذلك الجيل 2012 ولا يخدم المشاركات ولا يخدم اللعبة ولا يخدم النشاط الرياضي. لكن بالشكل اللي كان 2012 هو يخدم يعني you can't stop anything بذلك، بتلك الثقافة وبتلك المعرفة وبالنظام الأساسي، والناس ما شاء الله تتضارب عليه يخدم يعني يخدم كل واحد حسب رؤيته ومعرفته في اللعبة. ونحن طبعا كشخصية متواضعة أحترم جدا جدا وجهات النظر وأفكار الناس. يا غريب كون أديب يا غريب كون أديب. هذا اللي قدرت أن أعمل، أن رسالة إلى معالي الوزير أن لا يخدم النظام الأساسي لاتحاد الكرة، لا يخدم الكرة 2012 وإحنا 2023. فإذا كان الأخ جزاه الله خير تكلم الآن يعني ما أدري تفاصيل الرسالة الصوتية، ولكن هذه تجربتي مع كرة القدم العمانية في مستوى رئاسة اتحاد الكرة وفي مستوى الوزارة ذاتها بمكتب معالي الوزير. I'm انجينير مبارك جميل البوسعيدي. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. I'm انجينير مبارك جميل البوسعيدي. اللهم ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت. لا تقول شيئا ما لا تعنيه، ولا تعني شيئا ما لا تقوله، فلا تكتب شيئا ما لا تعنيه، ولا تقرأ شيئا ما لا تقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.